السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض تحلية كده جميلة وتورتاية بسيطة واقتصادية وسهلة وبثلاث بيضات بس وكوبايتين من الدقيق. سهلة جدا وامكانياتها موجودة عند اي حد، يعني تقدروا تقوموا تعملوها حالا. هحط 3 بيضات في الكبة ومعاهم نقطتين من الفانيليا وكمان كوباية سكر من المج اللي انتوا شايفينه ده، اللي هو المج بتاع الشاي، وهنضربهم كويس في الكبة. نص مج من الزيت بنفس المج اللي عايرنا بيه السكر، وكمان مج من اللبن او الحليب، وهنحط معلقتين من الخل، معلقتين كبار من الخل. بس يا ريت لما نيجي نضرب البيض والسكر ينضربوا الاول وبعد كده نحط اللبن والزيت. وبعد كده هحطهم في بولة كبيرة شوية. هحط معاهم 3 معالق كبار من الكاكاو، ونقلب كويس جدا الاول علشان الكاكاو ما يتكتلش ويبقى فيه كتل كده لما بحط الدقيق. فلو قبل الدقيق نحط الكاكاو ونقلبه كويس الاول، ولما يدوب معانا نحط اول كوباية دقيق ونقلبه برضو كويس لحد كده ما الدقيق يختفي، ونحط الكوباية التانية. انا بقلب براحتي يا جماعة وبقلب بسرعة عادي عشان انا لسه محطتش البيكنج باودر. لو حطيت البيكنج باودر يعني بحاسب وانا بقلب كده ونحاول نقلب بالراحة. هو الدقيق ما اختفاش لسه يعني 100%. دلوقتي هحط البيكنج باودر، لان لما بحط الكاكاو مع الدقيق بيحتاج وقت اطول في التقليب، فطبعا البيكنج باودر بيكون فقد نشاطه كتير. فكده احسن، كده افضل انك تحط الكاكاو في الاول. ده صاج 30 في 40، دهنته الاول بالزيت وبعدين فرشته بورق زبدة. لازم نفرشه بورق زبدة عشان يسهل علينا لما نيجي نقلب الكيك. نوزعها كده في الصاج وهندخلها في الفرن على درجة حرارة 180، وبعدين نختبرها قبل ما نطلعها، ولو استوت خلاص نطلعها. دلوقتي هعمل طبقة الكريمة. حطيت كوباية ونص من الكريمة، معاها كوباية ونص من المية المتلجة، وهنضربهم كويس بالمضرب الكهرباء. ودلوقتي هحط مية مغلية كده في طبق او في اي حاجة عندي. احط معاهم نص مج من اللبن او الحليب، واحط معاهم معلقتين كبار من الكاكاو، معاهم كده 3 قطع او 3 مكعبات من الشوكولاتة اللي هي بنسيحها على النار عشان نزوق بيها التورتات والجاتوهات والحاجات دي. مع التقليب بقى مستمر كده تسيح معانا ويبقى صوص شوكولاتة. اسهل صوص شوكولاتة ممكن تعمله. دلوقتي هي بردت، قلبتها على حاجة وهقسمها. دلوقتي انا خدت نص منها وهحاول كده نظبطها كده ونسقيها من الحليب دوت. مش لازم حليب يا جماعة، ممكن نسكافيه، ممكن عصير، يعني اللي متاح عندنا. بس الافضل يعني الحليب بيدي طعم حلو مع الكيكة مادام بالشوكولاتة يعني. هاخد بقى الكريمة اللي احنا عملناها في البداية، كنت حطاها في التلاجة طبعا عشان تفضل جامدة. احنا في الصيف وبتسيح بسرعة، فلازم تحطوها في التلاجة عبال ما تخلصي وتحتاجيها. وفردت كده طبقة حلوة كده من الكريمة، وحطيت عليها الجزء التاني من الكيك. طبعا علشان احنا عاوزينها بطعم الشوكولاتة، فحطيت عليها معلقتين من الصوص اللي انا عملته، يعني دي يبقى لونها بني. واغلفها كده كويس بالكريمة دي. سهلة وبسيطة وتقدروا تقوموا تعملوها وما بتاخدش تكلفة بصراحة، مش زي الكيكات خالص اللي او التورتات اللي بنجيبها جاهزة من بره، بقت غالية بطريقة غير طبيعية.
نظبطها بقى كده كويس. لو حسيت انها بدأت تسيح منك او الكريمة بدأت تبقى سايلة كده شوية، الحقي نفسك على طول ودخليها التلاجة على الرف، يعني ربع ساعة 10 دقايق، وبعدين كملي فيها تزويق الزواق بتاعها عادي. هتزينيها عادي مفيش مشكلة، لو اتحطت في التلاجة بتبقى بالعكس بتبقى افضل كمان. دول بقى معايا للجوانب جوز الهند او فرماسيل بني، او لو عندك سوداني مفروم اي حاجة تقدري تحطيها على الجوانب كده. كان عندي جوز الهند وفرماسيل بني فحطيتهم على بعض، وهحطهم كده على الجوانب زي ما انتم شايفين. ده الصوص البني اللي انا عملته، هزوق بيه الوش بقى. نعمل اي شكل، سمبوكسات، مربعات، اي حاجة. على فكرة الصوص لو كان اتقل من كده شوية كان هيبقى افضل، بحيث ما يتفردش على الوش قوي يعني، يبقى ينزل تقيل شوية. ودي بقى الكمية البيضة اللي انا شلتها في القرطاس في البداية. في البداية انا خدت كمية ومليت بيها القرطاس كده وسبته في التلاجة او في الفريزر، سبتها حوالي 5 دقايق قبل ما خلصت، وبعدين اخدته عشان احطه على الوش، يعني كنت واخداه في البداية. وتعملي بقى الشكل اللي يريحك. شكلها حلو وتفرحي بيها الولاد، وكمان تبقي عملتي حاجة من اللي بنجيبها غالية من بره، وهي بالنسبة لك مش هتبقى زي ما احنا بنجيبها خالص من بره. اي بقى فاكهة عندك، اي قطعة من الفاكهة كده تحطيها مفيش مشكلة. كان عندي كده كيس من الفراولة اخدت منه كام واحدة وحطيتها كده كشكل يعني. ولو عجبتكم الوصفة يا ريت تعملوا لي لايك واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. حطيت كده على الوش شوية من صوص الشوكولاتة بيديها شكل برضو حلو، وان شاء الله الوصفة تعجبكم. كان معاكم تيسير عبد النور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا.